وإني أحذر من 4 منكرات، 4 منكرات أمر عليها مرور الكرام من باب معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. تقول: لأننا نخشى أن نهلك بسببها، لأننا نخشى أن نعذب بسببها، لأننا نخشى أن يسلط علينا أعداؤنا بسببها. إي والله، نخشى أن يسلط علينا الحوثي بسبب هذه المنكرات. المنكر الأول سب الله، سب الله الذي اليوم أصبح كثير من يدعي الإسلام من الشباب من يسب الله على مرأى ومسمع، من يسب الله أمام الملأ دون أي إنكار. سب الله اليوم يسبه الصغار فضلا عن الكبار. هل سمعنا أن كفار قريش سبوا الله؟ بينما اليوم نرى الشباب يسبون الله ونرى نحن ذلك الأمر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إنها جريمة كبرى. ذكر الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه المفيد القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، ذكر أقوال العلماء في من سب الذات الإلهية. ما حكمه؟ ما موضعه من ديننا؟ فقال عليه رحمة الله وذكر أقوالا كثيرة، ونقل بعض العلماء الإجماع على أن من سب الله ثم استتيب وعاد أنه تقطع عنقه، تقطع هذه العنق، إنها عنق لا تستحق البقاء، لا تستحق الحياة، لا يستحق هذا الإنسان أن يعيش في أرض الله لأنه سب الله. اليوم يسب الله ليؤوى في البيوت، ليعطى من طعامنا ويشرب من شرابنا. من يسب الرب جريمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان موسى، على لسان عيسى بن داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال الإمام المفسر ابن كثير: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يمرون عليهم في النهار وهم يعاقرون الذنوب والمعاصي فينصحونهم يعظونهم: أقصروا عن المعاصي. قال: فإذا جاء الليل خالطوهم وناموا معهم، أيها الأب الكريم، ولدك الذي يسب الله لا يستحق البقاء في بيته، لا يستحق العيش بيننا. من يسب الذات الإلهية بإجماع العلماء اليوم يسب الرب. ليش؟ يقول لك: والله أنا غضبان، زعلت. سب الرب ليش؟ نرفزني. تسب الرب ليش؟ لأنني غضبت. تسب الرب ليش؟ لأنني أو أصبح سب الرب يعبر به عن الغضب. هنا الجريمة
التي ينبغي علينا أن نحذر أقوامنا ومجتمعاتنا من سب الرب. اليوم الذين يسب الرب في الشوارع في الأسواق تمر الله عليهم دون أن يحرك المجتمع الذي بين يديك. قد أكون أنا لوحدي لا أستطيع، لكن لو قام هذا وذا وذاك. لما سمع رجل عجوز أن امرأته سبت النبي صلى الله عليه وسلم نصحها زجرها، استمرت قتلها. أصبحوا الصباح من هذه؟ من قتلها؟ قام هذا الرجل متكئ على عصاه إلى رسول الله: أنا قاتلها، سمعتها تسبك يا رسول الله فقتلتها. قال: دمها هدر. هنا الغيرة، انظر الحمية، قتلتها يا رسول الله. لو سبت أمك باللهجة القذرة لثار الدم في بدنك ولحمرت عيناك ولورمت وجنتيك غضبا لأمك. واليوم الله يسب ونحن نقاتل الحوثي ويسب الصحابة، وبين أوساطنا من يسب الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا إيش؟ أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.